الرحيم. وانا بغلي اللبن قطع هنرميه؟ لا طبعا لازم نعمل بيه حاجه جميله. هاخد بقى الجزء اللي هو التخين دوت، اللي هو الجبنه دي يعني، هضربها في الخلاط، هنعمها بقى في الخلاط الكميه كلها اهو. ودي الميه اللي هي ايه اللي بقت. بص بقى عامل ازاي، بقى عامل زي اللبن الرايب، هنعجن بيه احلى معجنات. انا خدت كوبايه ميه من اللي هو الشرش ده بتاعها، هحط عليهم حوالي 4 معالق سكر كبار، دول معلقه ونص خميره، معلقه كبيره من بتاعه الاكل، هدوبهم مع بعض. دول 2 كيلو دقيق منخولين، هحط عليهم معلقه صغيره ملح. قلبت انا الملح مع الدقيق، هنزل بقى بالجبنه اللي احنا نعمناها او اللبن القاطع اللي احنا نعمناه في الخلاط، وهقلبه هو الاول. هنزل عليهم بحوالي نص كوبايه سمنه. بس حبايبي، هو اللبن طبعا بخيره، فهيبقى ايه، في نسبه دهون برضو، وقبل ما نعمله لازم ندوقه الاول عشان لو في اي مراره تعرفي. لو مره طبعا ما تعملهوش، لازم يترمي، لكن لو سليم وطعمه مسكر وجميل هتستخدميه على طول. هنقلب بقى السمنه، هنزل بقى بالخميره اللي احنا دوبناها، وهنقلبها. لو احتاجت سوائل تاني هنزود من الشرش برضو بتاع اللبن ده. هي هتحتاج ميه تاني، فانا هزود كمان كوبايه. هاخد بقى الايه، حبه اللبن اللي في الخلاط واقلبه تاني. طيب العجينه طريت مني، هعمل ايه؟ هحط كمان كوبايه دقيق. انا دايما بخلي عندي دقيق احتياطي عشان اعرف اتحكم في العجينه. هقلبها لغايه ما تلم بقى. بصوا حبايبي، العجينه اهي لمت من ايدي ولمت من الطبق. ماشي، انا عايزاها طريه وتكون ملزقه كده، ما تكونش جامده. اللبن ما شاء الله يعني مفضلش منه الا الشويه دول. مش هنرميهم، هنحطهم في الفريزر في كيس، وتطلعيهم تستعمليهم في البشاميل، تستعمليهم في اي معجنات تانية. طيب لو ما عندكيش سمنه تعملي ايه؟ حطي زيت بدل السمنه، حطي زيت. بس هتحطي معلقه شمر مطحون ومعلقه ينسون مطحون عشان يديكي ريحه حلوه. كيس مفتوح واغطيها. لو هتشتغلي فيها بعد نص ساعة ولا ساعة خليها بره التلاجة. لو هتشتغلي مثلا فيها العجينة بالليل وهتشتغلي فيها الصبح، هتحطيها في التلاجة. اغطيها بغطا كده واحطها بقى في التلاجة عشان اشتغل فيها الصبح بإذن الله. العجينة اهي بيتها بقى في التلاجة من بالليل للصبح، ما شاء الله جميلة اهي. الكيس اللي مبيته فيه العجينة واللي انا كنت مغطياه بيه مش هرميه، هعمل بيه العجوة. ده العجوة دي شاريها جاهزة، بس طريتها بمعلقة صغيرة سمنة، وحطيت عليها معلقة كاكاو كبيرة ونص معلقة قرفة صغيرة، تديها طعم وريحة حلوة قوي. هفردها بقى في الكيس. بصوا انا فردتها في الكيس اهي، سمك رقيق قوي. هشيلها بقى على جنب وافرد العجين بقى. العجينة رقيقة والعجوة رقيقة. بعد كده بقى هقطعها الحجم بقى اللي انت عايزاه. بس شكلها عامل ازاي. جميلة قوي. هكمل بقى الكمية. هنعمل حشوة بقى جديدة غير الكاكاو. دول نص كوباية سكر على معلقتين صغيرين قرفة على معلقة صغيرة كاكاو خام. هنقلبهم كده وهنكور العجين زي كده، وهنفتحه بقى كده
وهنروح حاطين فيه حوالي نص معلقة كده، ونقفل بقى عليه. نجيب الحروف كده، نقفل بالراحة عشان ما يطلعش بره، وبعدين نسيبها كده، نكورها كده ونحطها في الصاج لغاية ما يستريح كل العجين. وبعد كده نبدأ نبططه بقى بإيدينا، بس هنسيب مسافات بينه وبين بعضه عشان لما نبططه يوسع يبقى شكله مدور، ما يلزقش في اللي جنبه. نعمل كمان واحدة اهي. نلمها كده ونسيبها كده على جنب. هم دول اللي حشيناهم، وهنكمل الباقي. حبايبي ما شاء الله، الله يبارك، جميل اهو. ندخلته الفرن على 200 على درجة حرارة 200. لسه بقى له ربع ساعة دلوقتي، لسه هنكمل سوا وارجع لكم تاني. كده انا هنا عملته، ودهنا بيضة، حطينا عليها شوية فانيليا، وحطيت على وشه سمسم. وهنا اهو ما شاء الله بعد ما خمر ما شاء الله جميل اهو. ولسه بقى هدخله الفرن بعد اللي جوه ما يطلع. اللهم بارك، مش قادره اقول لكم على الريحه وجمالها، ما شاء الله ما شاء الله. ريحه حلوه وشكله حلو، واكيد هيبقى طعمه حلو ان شاء الله. بس لسه هو سخن، لسه طالع من الفرن، اخد نص ساعه الا 5 دقايق. حبايبي ما شاء الله هي طلعت من الفرن اهي، استوت، بس لسه طبعا لسه سخنه. هنا كان الحشو خلص، فعملتهم بالجبنه وحطيت على وشهم حبه البركه، والحروف كده عملتها بالشوك. اسويهم بقى وارجع لكم تاني. دول اخدوا وقت اقل، طلعتهم فاتحين شويه عن التانيين. دول اخدوا تلت ساعه، لسه برضو سخنين، بس هما فاتحين من فوق بس، لكن من تحت ما شاء الله جمال. اللي قعدوا في الفرن شويه لغايه ما احمروا كده اهو، بصوا احمروا كده. دول فيهم كام واحده فرقعوا، يعني بتاع 3 وحدات، لكن الفاتحين دول ما شاء الله ما فيش حاجه فيهم فرقعت خالص. فيستحسن ان انتوا تطلعوهم ايه، مش محمرين قوي قبل ما يفرقعوا، هما مستويين طبعا. كيلو دقيق ما شاء الله، اللهم بارك، ملينا البيت خير ما شاء الله. ده بالعجوة، ودي بالقرفة، والسكر من جوه اللي هي حلويات الافران، ودول بقى بالجبنه. الجبنه طالعه تسلم عليا وتقول لي انا هنا، وطلعت من العجينه. بس طبعا كله هيتاكل، كل حاجه معموله في البيت لسه سخنين، كل حاجه معموله في البيت بتتاكل وبتبقى جميله. ويا سلام بقى على الريحه والحاجات الجميله. يلا طبعا معايا الطريقه.